يعني كفارة عظيمة للكبائر. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ شوف السؤال. قال: هل لك من أم؟ عندك أم على قيد الحياة؟ قال: لا. فات. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. إذا روح شوف لك شيء تبر به أمك. إذا أنت سويت مصيبة روح شوف لك شيء تبر في أمك، وإذا أمك فاتتك الحق على خالتك، الحق على خالتك، لأن الخالة بمنزلة الأم. جاء رجل إلى عمر قال: إني قتلت نفسا. قال: ويحك، أخطأ أم عمدا؟ هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم. قال: أمك؟ قال: لا والله إنه لأبي. قال: انطلق فبره وأحسن إليه. فلما انطلق قال عمر: والذي نفس عمر بيده، لو كانت أم حية فبرها وأحسن إليها رجوت أن لا تطعمه النار أبدا. وجاء رجل ابن عباس قال: إنه قتل رجلا. قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فسألوا عطاء: ليش ابن عباس سألوا أم حية ولا لا؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وقال مكحول: بر الوالدين كفارة للكبائر.